هل تعلم إن في شباب ضيع حياته على هذا الورعان والحب والغرام والبنات والبيبي والأفلام الخليعة؟ لا أحد يطقطق على راسي ويقول لي إن الرجال اللي يحط لي رقم البيبي أو رقم جواله على قزاز السيارة واخر دي إنه يدور خوة رجال. لكن بقول لك يا شنب، أنت في زمن شفناها بالعين وجتنا قصص الرجال زي ما جاتك انت، إن من باب الناس دقوا باب. زي ما انت فرحان اذا وقفت عند موتر وطالعت يمين، الا والله في بنات في انك ترفع القزاز عشان يلقطون البيبي. يعرف انه يوم تركب معك اختك وراك وتوقفها يوم من الايام عند اشاره اللي جنبك مركب على قزاز رقم البيبي. لا تسوي لي فيها شنب. الافلام الخليعه يا رجال احد يطقطق. يا رجال ترى البيبي اوسخ جوال عرفته في حياتي. صح ما هو كل اللي معه بيبي ان نتهمه، لكن بصفه عامه اغلب اللي عندهم بيبي الا ما رحم الله افلام وصور عرض وكلام فاضي. هل تعلم أن ابن عباس الصحابي ما هو أبو راشد يقول من مات على حب المردان، يعني يحب له ولد وسيم، قال أهل العلم يحبه عشان جماله وشكله، بس ما لي نية أسوي له فاحشة، بس أبغى يمشي معي يروح معي يجي معي، ثم مات على هذا الحب وما تاب. يقول ابن عباس جعل الله عليه في قبره نصف عذاب أهل الدنيا وتحل عليه لعنة الله في قبره، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. قوم لوط. هل تعلم ان العادة السرية اللي انت تستهون فيها وتحسب انها طقطقة ولعبة، ان العادة السرية الواحدة طبيا تساوي 12 مرة جماع. عادة سرية واحدة كل يوم لمدة شهر واحد كأنك سويت جماع سنة كاملة. والله ان عندي شباب اتصلوا علي وفيه من قابلته انك لو تطلبه وحده من عيونه ان يعطيك مقابل انه يقدر يتزوج بس يصيب بالضعف الجنسي. والله ان عندي فتاة اتصلت علي انها متزوجة لها 4 سنوات ولا زالت بكر. اذا لقيتوا العلاج في المستشفيات للعادة تعال كلمني. انا ما اقول لك لا تدمر نفسك للحين، اقول غض بصرك تمش، بس ايش لك وش للفرة؟ ليش تروح الى اماكن الورعان؟ انا يا اخي ضعيف، اذا عندي البيبي وجاني اضافة ما اقدر، لازم اقبل يا اخي. خليك من البيبي، بلا تويتر بلا فيسبوك بلا كلام فاضي يا اخي. انا ما اتحمل، لازم اسوي اضافه. خلاص اترك ذي، بابيتك منها ريح سده واستريح وريح راسك. تقول لي لا، اقول خذ جوك، غازل افلام حب غرام، لكن بتدفع ثمنها. وبقابلك يا شنب بعد كم سنه اذا جيت تبغى تتزوج. والله انا يتصل بي شاب قال ابو راشد انا عند الله ثم عندك. قلت امر دندي. قال تكفى شوف لي مخرج. قلت وشو؟ قال باقي على زواجي شهر. قلت محمد الله ليتني مكانك. قال ابغى اخره. كيف اقنع الوالد؟ قلت ليه البنت ما انت مقتنع فيها؟ في ليش توافق فيها من الاول؟ قال يا رجال ما هو كذا، والله انا بنت رجال ولا تسوى والكل اللي يتمناها. قلت وجل؟ قال ابو راشد والله ما اقدر اجامع، والله ما اقدر اجامع، والله ما عاد عندي قدره، واني دالحين ادور علاج في المستشفيات وبقي على زواجي شهر. ابو راشد المعازيم انعزموا، الصاله انحجزت، الفلوس اندفعت، البنت فرحانه، امي فصلت ثوبها، اخواتي اشتروا فساتينهم، ما اقدر كيف اتصرف؟ شوف لي مخرج. والله ما اقدر اجامع، كله عشان الافلام حب غرام كلام فاضي. احبابي اخر هل تعلم واعظم هل تعلم ان رحمه الله واسعه، وانه من تاب الله عليه، وان الله غفور رحيم، وانه من فرح الله في هذا الليله بتوبته ومسح ما في جواله والروابط وترك الحب والغرام والورع والبنت، وبر في شيبانه وترك تنباكه ودخانه ونشوقه وجاهد نفسه وحافظ على صلاته وقال يا رب ان الله من فرحته فيك وهو غني عني وعنك ان الله يبدل سيئاتك الى حسنات.